تمام يا شباب، هنكمل ان شاء الله. من فضلكم يا شباب، الناس الجديده تعرفي نفسها على الجروب. تمام عشان ابقى عارفاكم. يعني اكتبوا لي اساميكم على الجروب. نكمل نقول بسم الله كده. احنا قلنا قبل ما الميتنج يقطع ان الزراعه التجاريه العلميه تعرف بالزراعه الواسعه. تمام. يبقى اول حاجه تعرف بالزراعه الواسعه تهدف لايه؟ الانتاج التجاري الضخم. توجد فين؟ قلنا في اوروبا وامريكا الشماليه، خاصه الولايات المتحده، وجنوب شرق آسيا. بستخدم فيها إيه؟ أحدث الآلات الزراعية والطرق العلمية الحديثة. أهم محاصيلها قمح وقطن ومطاط وشاي. طب في أوروبا أهم المحاصيل إيه؟ قمح. عندي في أمريكا الشمالية قمح وقطن. عندي في جنوب شرق آسيا مطاط وشاي. طيب، ما النتائج المترتبة على استخدام أحدث الآلات الزراعية والطرق العلمية الحديثة؟ أدى إلى قلة التكاليف وقلة العمالة الزراعية والإنتاج التجاري الضخم. قلنا من شوية قلة التكاليف إزاي؟ ما أنا بجيب آلات غالية جدا. قال لك تمام، بس أنت بتجيب الآلات دي مرة واحدة بس. تمام. مش كل يوم بتجيب عمال عشان يساعدوك في الأرض. يبقى عندي السؤال ده مهم جدا. ما النتائج المترتبة على استخدام آلات زراعية حديثة وطرق علمية حديثة؟ أدى إلى قلة التكاليف وقلة العمالة الزراعية والإنتاج التجاري الضخم. طيب، آه نسأل يمنى. يمنى معانا ولا مش معانا؟ طب كريم يا جماعة، كان في حد اسمه كريم قبل ما. طب روان. نعم يا مس. أيوة روان. ما النتائج المترتبة على استخدام أحدث الآلات الزراعية والطرق الحديثة العلمية الحديثة؟ أدى إلى قلة التكاليف وقلة العمالة الزراعية والإنتاج التجاري الضخم. الله يفتح عليك. طيب، إيه المقصود بقى بالزراعة الواسعة أو الزراعة التجارية العلمية؟ تعرف الزراعة أو الزراعة الواسعة بتعرف بالزراعة الواسعة زي ما قلنا، وتهدف إلى الإنتاج التجاري الضخم. يبقى إيه المقصود بالزراعة التجارية العلمية؟ تعرف بالزراعة الواسعة وتهدف إلى الإنتاج التجاري الضخم. يوسف، نعم يا مس. إيه المقصود بالزراعة التجارية والعلمية؟ تعرف بالزراعة الواسعة وتهدف إلى الإنتاج التجاري الضخم. الله يفتح عليك. تمام. طيب، لازم برضك تبقى عارف مكانها على الخريطة. يبقى عندي التجارة اللي هي الزراعة الواسعة أو الزراعة التجارية العلمية، لازم برضك أنت تبقى عارف مكانها على الخريطة. موجودة فين؟ زي ما قلنا أمريكا الشمالية، عندي في آسيا هنا، وفي أوروبا. تمام. وفي حتة صغيرة كده في أفريقيا. تمام. بس دول أكتر المناطق اللي بتيجي في الامتحان. أمريكا الشمالية تبقى عارف مكانها. تمام كده. وعندي هنا أوروبا، وعندي هنا آسيا. نراجع تاني على الجزء اللي احنا قلناه. يبقى عندي الزراعة التجارية والعلمية تعرف بالزراعة الواسعة، تهدف إلى الإنتاج التجاري الضخم. بتوجد فين؟ قلنا في أوروبا وأمريكا الشمالية وفي آسيا. بيستخدم فيها آلات زراعية وطرق علمية حديثة. أهم المحاصيل قمح وقطن ومطاط وشاي. طب في أوروبا أهم المحاصيل اللي بتزرع إيه؟ قمح. أمريكا الشمالية وخاصة الولايات المتحدة قمح وقطن. جنوب شرق آسيا مطاط وشاي. تمام كده. في سؤال مهم جدا بيجي في الامتحان. ما النتائج المترتبة على استخدام أحدث الآلات الزراعية والطرق العلمية الحديثة؟ أدى إلى قلة التكاليف وقلة العمالة الزراعية والإنتاج التجاري الضخم. مش لازم تكتب الإجابة زي ما أنا كاتباها. اكتبها قريبة منها. مش تجيب الإجابة من المريخ، اكتبها قريبة منها على قد ما أنت فهمت. لو قريت الدرس كويس أكتر من مرة من غير ما تحفظ هتعرف تجاوب على الأسئلة دي. تمام.
وزي ما قلنا ما المقصود بالزراعة التجارية الواسعة؟ قلنا تعرف بالزراعة الواسعة وتهدف إلى الإنتاج التجاري الضخم. لازم تبقى عارف المناطق بتاعتها، سهلة. عندي هنا أمريكا الشمالية، وعندي أوروبا هنا في المنطقة دي، وعندي فين؟ في آسيا. تمام كده؟ طيب نراجع اللي احنا خدناه بسرعة عشان بعد كده هنسأل. عندي أول حاجة، الناس مركزة معايا عشان هسأل. تمام؟ عندي مع بسم حضرتك. الله. تمام. طيب عندي اول حاجه النشاط الزراعي. عرف الانسان النشاط الزراعي، لما عرفه ابتدى الانسان يستقر. طيب الانشطه الاقتصاديه في الماضي ايه هي؟ صيد ورعي وتربيه حيوانات. يعني ايه نشاط اقتصادي؟ هو الشغل او العمل اللي انا بعمله عشان اقدر من خلاله اكل واشرب، تمام، واستقر. طيب الانشطه الاقتصاديه في الماضي كانت بدائيه. ليه؟ أو بما تفسر الأنشطة الاقتصادية في الماضي كانت بدائية؟ هتقول له ليشبع الإنسان حاجته من مأكل ومشرب ومأوى لاستمرار حياته. لازم تبقى عارف السؤال ده. بما تفسر مارس البشر أو الإنسان العديد من الأنشطة الاقتصادية البدائية، هتقول له ليشبع الإنسان حاجته من ملبس ومأكل ومشرب ومأوى لاستمرار ايه؟ حياته. طيب النشاط الزراعي بقى لازم ابقى عارفه ايه؟ لازم ابقى عارفه فيه ايه في الدرس اللي انا شغاله فيه دلوقتي. اول حاجه ان الانسان عارفها من 5000 سنه، يبقى انا لازم اعرف السؤال ده. ممكن يغلس عليا ويجيبها لي نقط او اختيارات، غالبا بتبقى نقط. هتقول له من امتى؟ منذ 5000 سنه. عرف معها ايه؟ الاستقرار في الاراضي الخصبه على ضفاف النهار. ليه على ضفاف الانهار؟ عشان الماء وجود فيه ميه، ما دام فيه ميه هقدر انا اسقي الارض في ارض خصبه حوالين النهر. طيب بتوجد فين؟ في كل قارات ودول العالم. طيب من الانشطه الاقتصاديه الاساسيه. تمام. طيب بما تفسر يعد النشاط الزراعي من الانشطه الاقتصاديه الاساسيه في العالم. مصدر رئيسي للغذاء، يرتبط به تربيه الحيوانات، مصدر مهم للمواد الخام اللي بتدخل في الصناعة. زي ايه؟ محاصيل الألياف. ايه هي الأول محاصيل الألياف؟ قطن، كتان، جود أو جود. تدخل في صناعة ايه؟ المنسوجات. طب المطاط الطبيعي بيدخل في صناعة إطارات الايه؟ السيارات. طب نسأل الناس. يمنى. أنا لسه النهارده مش عارفة مين معانا ومش مين مش معانا. هو كان معانا كريم وطلع. طب يمنى طلعت يمنى. طب روان. طب ندى. طب انا كده في ناس معايا مش عارفة اساميهم. مع ندى. حضرتك. تمام يا ندى. الأنشطة الاقتصادية في الماضي كانت إيه؟ في الماضي أه كانت بدائية. إيه وإيه وإيه؟ بالصيد والرعي وتربية الحيوانات. تمام. أحمد. أحمد سامعني؟ حضرتك. أيوه يا أحمد. بما آه تفسر مارس البشر العديد من الأنشطة الاقتصادية البدائية. البداية مم. عشان نمس غذاء الإنسان ليشبع الإنسان وحاجات حاجته. تمام. من غذاء من غذاء ومأكل ومشرب و مأوى لاستمرار حياته. تمام. تمام. تمام يا أحمد. بما تفسر مارس البشر العديد من الأنشطة الاقتصادية البدائية ليشبع الإنسان حاجته من مأكل ومشرب. تمام. طيب يوسف. نعم. النشاط الاقتصادي النشاط الزراعي عرف معه الإنسان الإيه؟ الإنسان الابتدائي. ماشي. الاستقرار فين؟ الاستقرار كان في الأراضي الخصبة على ضفاف الأنهار. تمام. فاطمة. أيوة مس. أين يوجد النشاط الزراعي؟ موجود فين؟ في كل قارات دول العالم. تمام. معانا حد تاني؟ مين اللي معانا؟ كريم؟
في حد تاني معانا يا شباب ممكن يقول لي اسمه؟ آدم يا مس. آدم. ايه يا آدم؟ اه آدم مرسل. ايوه ميس. لا في حد تاني غير آدم. ازيك يا آدم؟ عامل ايه؟ حضرت الميتنج الأولاني؟ اه ميس. امال فينك يا آدم؟ انا معرفش انا انت حاضر من فين. الاول. طيب يا آدم قول لي. موجود يا ميس. تمام يا آدم، ايه أخبارك؟ الحمد لله. طب قول لي يا آدم، بما تفسر يعد النشاط الزراعي من الأنشطة الاقتصادية الأساسية في العالم؟ لانه واحد مصدر رئيسي لغذاء الانسان. مم. 2 يرتبط به تربية الحيوانات. 3 مصدر مهم للمواد الخام التي تدخل في الصناعة مثل محاصيل الألياف. تمام. القطن والكتان والجود. الله يفتح يدخل عليك. في صناعة المنسوجات المطاط الطبيعي. يدخل في صناعة السيارات. تمام الله يفتح عليك. تمام. طيب النشاط الزراعي، لو في يا جماعة بس حد مثلا. حضرتك ما سألتنيش. اسمك ايه؟ روان. ريوان. انا ندهت عليكي والله يا ريوان، ندهت كذا مرة. خدتش والله ندهت كذا مرة، انا قلت انت طلعت. بالي. تمام ماشي. آم، لا عن... موجود. تمام يا حبيبتي. نكمل وهسألك ان شاء الله. عندي النشاط الزراعي نوعين قلنا، زراعة بسيطة وزراعة متقدمة. عندي البسيطة اللي هي البدائية، والمتقدمة الكثيفة التجارية والعلمية. تمام. هنبدأ بالبدائية. البدائية تستخدم فيها أدوات بدائية بسيطة. تمام. بتوجد في المناطق الحارة. طب فين في الحارة؟ على جوانب الغابات الاستوائية وحشائش السافانا. بيشتغل فيها عدد قليل في مناطق صغيرة معزولة. أهم المحاصيل ذرة وموز واليمة والكزافة. عندي بتوفر احتياجات الغذائية للسكان فقط دون فائض للإيه؟ للتصدير. طب فين الأماكن؟ فين الأماكن اللي موجودة فيها؟ عندي أمريكا الشمالية هنا، وعندي أمريكا الجنوبية هنا، وعندي أفريقيا، وعندي هنا فوق قلنا في أمريكا الشمالية، وعندي في أستراليا. تمام. وعندي هنا حتة في آسيا مش بتيجي قوي. أكتر الأماكن اللي بتيجي هنا في أستراليا، وعندي في الجزء ده في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، وعندي هنا في أمريكا الشمالية. نسأل روان. نعم يا مس. أنواع الأنشطة الزراعية. أنواع الأنشطة نوعين: الزراعية. تمام. زراعة بسيطة والزراعة المتقدمة. تمام الله يفتح عليك. الزراعة البسيطة بتوجد فين؟ الزراعة البسيطة اه. توجد في المناطق الحارة الله يفتح عليك. تمام. ندى. على جوانب الغابات الاستوائية. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا روان. ندى. ندى. نعم. أهم المحاصيل. أهم أهم المحاصيل المحاصيل يا ندى الزراعة البسيطة. زي الذرة والموز. تمام. الذرة والموز. واليم الكثافة والكثافة. زي البطاطا والبطاطس. الله يفتح عليك. تمام الله يفتح عليك. تمام نكمل. عندي الزراعة المتقدمة، عندي زراعة كثيفة والزراعة التجارية والعلمية. الزراعة الكثيفة في المناطق كثيفة السكان. قلنا في المناطق الحارة والمعتدلة. بتتنوع الزراعة فيه. بتكون مساحة الأرض الزراعية صغيرة. طب ده أدى إلى إيه؟ إلى صعوبة استخدام الآلات والماكينة الزراعية. طيب وأدى إلى إيه برضك؟ تحتاج إلى أيدي عاملة وفيرة. وأهم المحاصيل القمح والأرز والقطن. طب إيه هو المقصود بالزراعة الكثيفة؟ هي زراعة الأرض أكتر من مرة في العام الواحد لإشباع حاجات المحليين من الغذاء، وتوجد في مناطق كثيفة السكان. تمام كده. نسأل أحمد. حضرتك يس. الزراعة المتقدمة نوعين يا أحمد، إيه هما؟ زراعة كثيفة وزراعة تجارية وعلمية. الله يفتح عليك. يوسف. نعم يا مس. الزراعة الكثيفة موجودة فين يا يوسف؟ موجودة في المناطق الحارة والمعتدلة. الله يفتح عليك. فاطمة. أيوة يا مس. ما النتائج المترتبة على صغر مساحة الحقول الزراعية؟ أدى إلى
تمام. أيوة، أدى إلى صعوبة استخدام الآلات والماكينات. الزراعية. تمام، الله يفتح عليك. آدم، ماشي. إيه النتائج المترتبة على صعوبة استخدام الآلات والماكينات الزراعية؟ نعم. ما النتائج المترتبة على صعوبة استخدام الآلات والماكينة الزراعية؟ إيه النتائج اللي ترتبط إن أنا مش هقدر أستخدم في الأراضي دي آلات؟ أنا مش هقدر أجيب آلات، يبقى أنا هجيب إيه؟ أمال. الله يفتح عليك. يبقى تحتاج إلى أيدي عاملة وفيرة. تمام كده؟ طب أهم المحاصيل روان. تمام يا آدم. أهم المحاصيل روان. بس أهم المحاصيل إيه في الزراعة الكثيفة؟ القمح والأرز والقطن. الله يفتح عليك. تمام. ندى، نعم. ما المقصود بالزراعة الكثيفة؟ آه، هي زراعة الأراضي أكثر من مرة في العام الواحد لإشباع حاجة المحليين من الغذاء. الله يفتح عليك يا ندى. توجد مناطق سكنية. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا ندى. تمام. طيب، الزراعة التجارية والعلمية احنا قلنا بتعرف بالإيه؟ بالزراعة الواسعة، تهدف إلى الإنتاج التجاري الضخم. بتوجد فين؟ في أوروبا. بيزرعوا فيها إيه؟ قمح. أمريكا الشمالية خاصة الولايات المتحدة قمح وقطن. جنوب شرق آسيا مطاط وشاي. تستخدم فيها الآلات الزراعية والطرق العلمية الحديثة. أهم المحاصيل، لو جه سألك عن أهم المحاصيل كلها للزراعة الواسعة أو الزراعة التجارية، هتقول له قمح وقطن ومطاط وشاي. طيب أوروبا هتقول له قمح بس. طب أمريكا الشمالية قمح وقطن. طب آسيا مطاط وشاي. لكن لو قال لك كلها حطالك نقط أو اختيارات، كلها هتبقى قمح وقطن ومطاط وشاي. طيب في سؤال مهم بيجي، النتائج المترتبة على استخدام أحدث الآلات الزراعية والطرق العلمية الحديثة أدى إلى قلة التكاليف وقلة العمالة الزراعية والإنتاج التجاري الضخم. تمام؟ طب إيه المقصود بقى بالزراعة التجارية؟ قال لك تعرف بالزراعة الواسعة وتهدف إلى إنتاج التجاري الضخم. طب بتوجد فين؟ زي ما قلنا في 3 قارات. عندي أوروبا، أمريكا الشمالية، فين تاني؟ مين اللي يرد عليا؟ قلنا أوروبا وأمريكا الشمالية، وفين تاني؟ الناس اللي مصحصحة. أيوة يوسف أوروبا قول. وآسيا. الله يفتح عليك. تمام، يبقى عندي في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. تمام كده؟ طيب، أهم نقط الدرس بقى. تمام، ده نص الدرس على فكرة. احنا لسه البداية، فإن شاء الله ده نص الدرس. تمام، في أسئلة في آخر الفايل هنزله على الجروب، هتحلوا لي الأسئلة. تمام كده؟ طيب هنحلها مع بعض برضو دلوقتي، وهيبقى واجب بعد كده. وبعد كده ان شاء الله هنشتغل. لو انتوا جبتوا كتاب الامتحان تمام، ما جبتوش مفيش مشكله، انا هنزل كده كده الواجبات والامتحانات PDF، وهنشتغل من المذكره دي. فالناس مش عايزه تجيبه مفيش مشكله، يعني مش لازم تجيبه. طيب، اهم بقى نقط الدرس اللي احنا قلناها دلوقتي. اهم حاجه تعرف تعريف الزراعه البسيطه والزراعه الكثيفه والزراعه التجاريه والعلميه. الزراعه البسيطه هي زراعه يعمل بها عدد قليل من السكان في المناطق الصغيره والمعزوله. ناس قليلين محتاجين ياكلوا، فبيزرعوا حتت ارض صغيره على قد اكلهم. يبقى عندي الزراعه البسيطه او البدائيه هي زراعه يعمل بها عدد قليل من السكان في المناطق الصغيرة والمعزولة أو المناطق المعزولة. طب الزراعة الكثيفة قلناها زراعة الأرض أكتر من مرة في العام الإيه؟ الواحد. ليه؟ لإشباع حاجة السكان المحليين من إيه؟ من الغذاء. توجد فين؟ في المناطق كثيفة السكان. طيب الزراعة التجارية والعلمية تعرف بالزراعة الواسعة وتهدف إلى الإنتاج التجاري الضخم. نسأل الناس. عندي رواد. أنا بسأل بالدور على فكرة. إيه هي معاك يا الزراعة مس. البسيطة؟ إيه هي الزراعة البسيطة؟ هي زراعة يعمل بها عدد قليل من السكان. العام هي المناطق الصغيرة والمعزولة. تمام. ندى، نعم. الزراعة التجارية والعلمية بتعرف بالزراعة الإيه؟
الواسعة وتهدف إلى الإنتاج التجاري الضخم. الله يفتح عليك يا ندى. أحمد. حضرتك الزراعة الكثيفة. زراعة الأرض أكثر من مرة في العام الواحد لإشباع حاجة السكان المحليين من الغذاء، وتوجد بالمناطق كثيفة السكان. الله يفتح عليك. تمام. طيب، نلم الدنيا بقى. عندي الزراعة البسيطة. عندي الزراعة البسيطة البدائية، أماكن انتشارها قلنا في المناطق الحارة على هوامش الغابات الاستوائية وحشائش السافانا. تمام كده. طب المحاصيل بتاعتها قلنا ذرة وموز ويم وكثافة. تمام كده. طب بتهدف لإيه بقى الزراعة البسيطة دي؟ عشان يوفر حاجة السكان، يبقى يوفر حاجة السكان من غير فائض، يا دوبك الناس تاكل. تمام. طب عندي الزراعة المتقدمة اللي هي الايه الكثيفة والواسعة. عندي الكثيفة دي برضك عشان توفر حاجة السكان، مفيش فائض للتصدير. تمام. طب بتوجد فين بقى الكثيفه دي؟ في الحاره والمعتدله. بيزرعوا فيها ايه؟ قمح ورز وقطن. تمام كده. طب الزراعه التجاريه بتوجد فين؟ قلنا في 3 قارات يا يوسف. يوسف. ايوه مس. ايه هي القارات ال3 اللي بيزرع فيها الزراعه الواسعه؟ اوروبا واسيا وامريكا الشماليه. الله يفتح عليك. تمام. طيب، قلنا اوروبا واسيا وامريكا الشماليه زي ما قال يوسف. ايه هي المحاصيل اللي موجود فيها يا فاطمه؟ القمح والقطن والمطاط والشاي. الله يفتح عليك. وانتاج تجاري ضخم طبعا، مش بهدف ايه تغذية السكان، لا عشان التصدير بهدف الربح. تمام كده. طيب، عندي الخصائص بقى. عندي الزراعية البسيطة دي اللي احنا قلنا عليها البسيطة البدائية دي مناطق صغيرة. تمام. ضيقة وبتتبعد عن بعض، يعني كل فين وفين كده هتلاقي ايه ناس قليلين، حتة أرض صغيرة بيزرعوا عشان ياكلوا منها. بيستخدموا فيها ايه أدوات بدائية. بيعمل فيها عدد قليل من السكان، جايب حتة أرض وبياكل وبيشرب منها بس. طب الكثيفة برضك عندي مساحة الأرض صغيرة زي في مصر. تمام. بيستخدموا فيها ماكينة؟ لا، بتحتاج أيدي عاملة كتيرة، مفيش مكن، فهيضطر إن هو يجيب أيدي عاملة كتير. طب التجارية بقى بتبقى في مزارع واسعة، بيستخدموا آلات بتقل بيها التكاليف والعمالة. تمام كده. تمام. نسأل الناس بقى. الأسئلة دي هنزلها على الجروب تحلوها. تمام، عشان ده نص الدرس بس. يا ريت الناس تعرف لي نفسها على الجروب عشان اعرفكم. تمام، يعني تقول لي اسمي كذا. تمام. هنسأل بالدور. روان. سامعاني يا روان؟ نعم يا مس. بيقول لك اه يا مس يزرع معاك. محصول في اوروبا بنظام الزراعه الواسعه. عادي انك ممكن ما تجمعيش الاجابه. تمام. بس عايزه اشوف الناس يعني مركزه ولا لا. هنحلها مع بعض. عندي. القمح. الله يفتح عليكي. برافو عليكي، ما شاء الله عليكي جدع. اللي بعده. ندى. نوع الزراعه المتبع في جنوب القاره. احنا مش في السؤال ده. نوع الزراعة المتبعة في جنوب القارة في أمريكا الشمالية. تمام. تمام. آم، لو احنا رجعنا معلش، لو احنا رجعنا للخريطة. بصي، لجنوب أمريكا الشمالية. تمام كده. يبقى عندي نوع الزراعة المتبعة في جنوب القارة الموضحة بالخريطة اللي هي دي أمريكا الشمالية. الجزء ده الهدف ايه بقى؟ ان انا بنتج انتاج تجاري ضخم، ولا بوفر غذاء للسكان في المنطقة دي كده. دي كثيفة الأول. تمام. احنا قلنا الكثيفة تمام. بغرض ايه؟ على مهلك. الزراعة. في 10 دقايق، فاضل 10 دقايق بس. الكثيفة بقت الزراعة. سكان ولا بصدر منها؟ الزراعة الكثيفة. الكثيفة. بصدر منها. لا، اللي بصدر منها الواسعة بس.
في درسنا النهارده الوحيده اللي انا بصدر منها الواسعه بس. يبقى عندي الزراعه الكثيفه باكل بيها السكان، يبقى بغرض ان انا اوفر غذاء للسكان. عندي شايفين الخريطه دي يا جماعه؟ الجزء ده كده اسمها زراعه كثيفه. تمام، هرجع للسؤال. بصوا، نوع الزراعه المتبعه في جنوب القاره اللي احنا قلنا امريكا الشماليه اللي هو جنوبها. تمام، ده ليه بيهدف ليه توفير الغذاء للسكان، عشان دي زراعه كثيفه. عشان دي زراعه كثيفه يا جماعه. تمام. تمام. يعني احنا قلنا مثلا، ثانيه واحده اهو، بصوا، احنا الوحيده اللي هي الزراعه الواسعه اللي تعرف بالزراعه التجاريه والعلميه، هي دي بس اللي انا بصدر منها. لكن اللي انا باكل منها السكان البسيطه البدائيه والكثيفه، تمام، ما بصدرش منها، ما فيش فائض. اللي انا بصدر منها بس الزراعه التجاريه العلميه او الزراعه الواسعه. في الامتحان هتبقى الزراعه الواسعه. تمام كده، الوحيده اللي انا بصدر منها الزراعه الواسعه. السؤال اللي بعده احمد. حضرتك يا ارتبط مس. استقرار الإنسان، فاضل 10 دقايق والميت يقفل يا جماعة. ارتبط استقرار الإنسان على سطح الأرض بحرفة إيه؟ زراعة. السير. الإيه؟ الزراعة. زراعة. الله يفتح عليك. ليه يا فاطمة؟ ليه الزراعة؟ عشان يعني ياكل يعني، مش فاهمة. أيوه، الزراعة ليه استقر البني آدم في الزراعة؟ لأن الزراعة دي عايزة إن هو يسقيها، يقعد جنبها. تمام كده، يزرعها. تمام كده، في مية وفي أكل، فالإنسان استقر. تمام، غير الأول آم، كان بيرعى وكان بيصطاد. لكن ما دام في زراعه، في اكل وفي مكان للميه، ايه اللي هيخليه يمشي؟ فعشان كده الانسان استقر على الارض الزراعيه. تمام كده. مين اللي بعده؟ يوسف. نعم يا مس. تعد من اهم المحاصيل الزراعيه المتقدمه بنوعيها القمح اثنين. الايه؟ القمح والقطن. الله يفتح عليك. تمام. فاطمه. أيوة. تتشابه الزراعه البدائيه والزراعه الكثيفه في ايه؟ آه، توفير الاحتياجات المحلية. تمام، الله يفتح عليك. توفير الاحتياجات المحلية. لكن ديك المساحات المزروعة لا. احتياجات الأيدي عاملة وفيرة. يبقى عندي توفير الاحتياجات المحلية. آدم. لا يا ميس. تقل التكاليف في الزراعة التجارية والعلمية بسبب إيه؟ آه، بسبب إيه؟ احتياجها لأيدي عاملة. بص، تقل التكاليف في الزراعة التجارية والعلمية، احنا قلنا من شوية إن التكاليف بتقل ليه؟ عشان بيستخدموا إيه؟ آلات حديثة. صح؟ صح كده؟ تمام. طب انهي واحده؟ اتساع مساحه الارض ولا تعدد عمليات الزراعه ولا استخدام التكنولوجيا الحديثه؟ سؤال رقم كام يا ميس؟ 6. 6 يا ادم. اه معلش كنت فاكر 5. لا 6. آه، امم استخدام التكنولوجيا الحديثة. الحديثه. يبقى تقل التكلفه في الزراعه اللي هي الواسعه بسبب استخدام الالات الحديثه او استخدام التكنولوجيا الحديثه. طيب، ريوان. نعم يا مس. بيقول لك اي مما يلي المحاصيل الزراعيه التجاريه والواسعه يتم زراعتها في الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه، ايه هي الزراعه اللي احنا بنزرعه فيها على مهلك؟ على مهلك. آه، الشاي والقطن. لا، قمح وقطن. تمام. او القمح عادي، والقطن. عادي انك تتلخبطي فيها. تمام، عادي، عشان دي بالحاجات اللي هي الايه الحفظ. تمام، فعادي انك تتلخبطي فيها، تمام. قمح وقطن. ندى. نعم. بما تفسر يعد النشاط الزراعي من الأنشطة الاقتصادية الأساسية في العالم.
مم. احنا خدناه فوق على فكرة. خدناه فوق. مش فاكرة. تمام عادي، لا عادي عشان لسه اول درس. تمام. لانه مصدر رئيسي لغذاء الايه الانسان. تمام كده. مصدر مهم للمواد الخام. تمام لصناعة المنسوجات. تمام تمام كده. تمام. انا تمام. كاتبه فوق بالتفصيل. معلش عشان الميتنج هيقفل بس فاضل له 4 دقايق. السؤال اللي بعده. احمد. حضرتك يا مس. تحتاج الزراعة الكثيفة إلى أيدي عاملة كثيرة. بسبب صغر الأراضي فعدم وجود آلات حديثة. تمام كده. وبيمر من خلالها إن أنا بعمل عمليات كتير، منها إن أنا ببذر البذور وبعمل عملية الري وبنقي الحشائش. تمام وتنقية الحشائش. تمام. السؤال اللي بعده. يوسف. 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 هو يوسف طلع ولا إيه؟ يوسف. ماشي. فاطمة. فاطمة. أيوة. عدم وجود فائض للتصدير في مناطق الزراعة البسيطة والكثيفة ليه؟ بسبب يعني كثرة لأن البسيطة والكثيفة يعني مثلا عشان هي بتلبي الاحتياجات ال- أيوه. المواطنين يعني السكان. كثافة السكان. تمام. لأن الزراعة البسيطة والكثيفة بتهدف إلى سد حاجة السكان المحليين فقط دون وجود فائض للتصدير. تمام كده. الأسئلة دي هتتبعت. تمام. كل الأسئلة الإجابات موجودة في الورق اللي احنا قلناه. تمام كده. أي سؤال مش عارف أي حاجة حتى مش فاهمها ابعت لي فورا. تمام كده. هنزل PDF والأسئلة على الجروب. وإن شاء الله بإذن الله المرة الجاية نكمل بقية الدرس. وأي حاجة أنت مش فاهمها أي سؤال مش عارفة ابعت لي فورا. تمام. الناس الجديدة تكتب لي أساميها بس على الجروب عشان أعرف. وبالتوفيق ليكم يا رب. في أي سؤال؟ تمام. أشوفكم إن شاء لا الله شكرا على خير. لك. العفو. ربنا إن شاء الله بإذن الله يوفقكم. أشوفكم إن شاء الله المرة الجاية على خير. وبالتوفيق إن شاء الله. مع السلامة.